السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة أكلاتنا في الأرياف. النهاردة بإذن الله هصور معاكم الشنط اللي هناخدها معانا المصيف. أتمنى إن شاء الله اللي يشوفنا يدعي لنا، وأتمنى الفيديو يعجبكم. وتعالوا بقى أقول لكم على أهم حاجة وأهم حاجات تاخدوها معاكم المصيف بدون ما تكلفي نفسك وبدون ما تصرفي مبالغ كبيرة. هتكون حاجات بسيطة، حاجات من بيتك، حاجات ممكن تكوني انتي نفسك ناسياها. وتعالي بقى اقول لكم ان شاء رب العالمين هناخد ايه. طبعا اول حاجة هنبدأ بيها هي اللبس بتاعنا، وهناخد معانا ايه وهوريكم هاخد ايه وايه الحاجات المهمة اللي لازم تكوني حريصة انك تاخديها معاكي في المصيف. في حاجات كتيرة لازم تبقى عارفة انك هتحتاجيها هناك، حاجات مهمة وحاجات لازم تبقي متأكدة ان هي موجودة معاكي. اولا طبعا انا ما لقيتش شنطة سفر وحبيت اشتري شنطة. طبعا انتوا عارفين اختكم طبعا ايه الظروف بتاعتها يعني انتوا عارفين، فاضطريت ان انا اشتري شنطة من دي. بصوا اشتريت شنطة من دي، هي دي هحط فيها الهدوم بتاعتي وهاخدها معايا وان شاء الله خير باذن الله. هبدأ كده معاكم هرص الهدوم بتاعتنا. اولا عشان اعمل حماية للهدوم ما تتبهدلش، واحدة مثلا حاطة ازاز زيت ولا حاطة حاجة ممكن تتكب على الهدوم وتبوظها وتبهدلها. فقلت هعمل ايه بقى، هفرد الشنطة بتاعتي كده. انا حطيت في قعر الشنطة كده حتة كرتون عشان تحميها، وكمان هحط دي حتة قماشة كانت عندي كده مستغنية عنها برضه، هحطها في قعر الشنطة بتاعتي عشان خاطر تحمي الملابس من ان هي ايه ما تتبهدلش مني. تمام، افرشها كده. طبعا اول حاجة هاخدها معايا هاخد ملاية، ولو انها مش جديدة انا اتعمدت ان انا اخدها قديمة شوية علشان حتى لو باظت هناك او اتمرمطت اقدر ان انا استغنى عنها واسيبها هناك. فهي لو باظت مني اكتر من كده هسيبها هناك. هي طبعا مش جديدة او ولا حاجة، بس هاخدها احتياطي علشان لو الفرش اللي هناك مش نظيفة هتتفرش اليومين اللي احنا هنقعدهم هناك في المصيف. دي اول حاجة كده هحطها اهي. كمان هاخد معايا بصوا هاخد معايا فوطين كده، هاخد معايا فوطين. هاخد واحدة دي واحدة للحمام، ودي واحدة اللي هناخدها معانا واحنا على البحر، ودي كده للايدين يعني مثلا ما اعرفش لاي حاجة وخلاص. هاخد معايا كمان اهم تلات فوط كده اهمت. بصوا هاخد كمان عبايتين بيتي، هاخد العباية البيتي دي اهي بصوا. وهاخد كمان ادي عباية وادي عباية. طبعا دول بيتي يعني اقعد فيهم براحتي كده فوق، اقضي فيهم اقعد بيهم في الشقة. لو انا هنام مثلا ولا حاجة ابقى لابسة عباية مرتاحة، لان انا كمان هيبقى معايا ناس، هيبقى معايا اخويا الكبير ومراته واولاده، معايا اسم الله عبد الرحمن شاب حلو كده، لازم ابقى لابسة لبسي كله مستور. معايا اخويا وابنه ومرات اخويا وبناتها، وهبقى انا وبناتي، احنا كده هنبقى في شقة مع بعضينا. فلازم برضو حتى لو قاعدة مع اخويا يبقى اللبس بتاعي كويس، يعني يبقى لابسة كده مستور وحلو. تمام، هاخد 3 عبايات اهم لل3 ايام اللي هنقعدهم هناك. وهاخد كمان ده لبس خروج، ده طقم معاه جيبة بيضة. بص كده ده طقم اهو، ده معاه جيبة بيضة ومعاه الطرحة بتاعته. فين الطرحة بتاعته؟ ده كده طقم خروج اهو. ادي الجيبة بتاعتي ومعاه البلوزة، انا بحب الالوان السادة قوي، والطرحة بتاعته اهيت. ده كده يتلبس في يوم ان شاء الله. وادي كمان طقم معايا، ادي البلوزة دي على بنطلون اسود ومعاهم الطرحة بتاعتهم كمان اهي. ده كده كمان طقم.
وده كده يكون طقم. ادي البنطلون بالبلوزه بالطرحه بتاعته. خدي دي عبايه خروج، دي عبايه خروج معاها الخمار اللف بتاعها اهو. ده كده كمان يبقى طقم، يبقى كده 3 اطقم كمان للخروج. وهشوف كمان ده بقى. بصوا كده، ده لبس رحمه. دي للنوم، ودي برضو دي متهيألي خروج، دي خروج ودي للنوم. دي كده هتبقى مع بنطلون اسود ومعاها الطرحة بتاعتها ماشي. ودي كده برضو بلوزة مع بنطلون. فين البنطلون الاسود؟ البنطلون الاسود بتاع رحمة. ده كده لبس رحمة. هتاخد البلوزة دي مع البنطلون الاسود اللي هو البنطلون ده اسمه ايه؟ اللي هو البوي فريند، بنطلون بوي فريند. ادي كده طقم لرحمة. وده كمان اهو طقم، برضو طقم خروج، كل الوان فاتحة وجميلة كده. ده علشان خاطر رحمة تخرج بيه. برضو بنطلون برضو نفس النظام بوي فريند، بس ده بكباسين وده سادة. والطرحة بتاعته اهو. ده كده كمان طقم بتاع رحمة. كده يبقى رحمة واخدة اللهم صل على كامل النور 3 اطقم. ودي برضو تقريبا بيجامة نوم. وادي كمان طقم، ولو انه مبهدل امسكي. ده اللي هتسافر بيه، يعني ده الطقم اللي رحمة هتسافر بيه. هو عامل هو كده، بصوا النظام بتاعه كده زي الدرس كده بالظبط، يعني حاجة زي الدرس. بصوا معاها الطب الداخلي اهو كده، يعني ينفع تلبسهم مع بعض، وينفع ده يتلبس عليه جاكيت كده من فوق. ده اللي هتسافر بيه ان شاء الله باذن الله. فانا مش هحطه في الشنطه، انا هخليه لها بره كده. طبعا انا ما كوتش اي لبس، ما رضيتش اكوي لبس لان انا عارفه ان هو هيتبهدل في الشنطه. هي بقى واخده، بصوا واخده اسدال اهو، واخده كمان عبايه، واخده اسدال اهو، واخده عبايه سودا، واخده لهم الطرحه دوت عشان تلبسهم فوق ان شاء رب العالمين. ان وصلنا بالسلامه ادعوا لنا بس ان احنا ربنا يسهل لنا امورنا ونوصل بالسلامه. انا عايزه اقول لكم ان التجربه دي جديده عليا، ان انا اسافر واقعد 3 ايام بره البيت. الموضوع بالنسبه لي جديد وقلقانه. فدعواتكم معانا كده ان شاء رب العالمين. خدي اه دول كده المايوهات بتاعت البنات اهي اللي هينزلوا بها البحر. كده يبقى مش ناقصنا اي حاجه، وفاضلش غير لبس هاجر ولسه هجهزه. فانا بقى هقفل معاكم على كده، وهاجر بقى نجهز لها لبسها بعدين، علشان بصراحه احنا تعبنا من الصبح ما قعدناش. وادي كده ايه الشنطه اللي خدنا فيها اللبس بتاعنا. انا كنت اتمنى ان انا اجيب شنطه، والله شنطه حلوه عن كده، بس للاسف رحت اشتري شنطه لقيتها غاليه ب1000 جنيه. يعني شنطه سفر ب1000 جنيه. لا بصراحه انا في ظروف ما تسمحش ان انا اجيب شنطه بالمبلغ ده، لان بصراحه اليومين دول محتاجه كل قرش. دعواتكم ليا ان شاء الله ارجع بالسلامه، وربنا يسهل لي اموري كده. ولو في اي حاجه هعملها باذن الله. ربنا يسهل لي يا رب اموري. ودي كده شنطه اهي. الشنطه دي فيها سوري يعني ملابس داخليه، مش هينفع اصورها، فانا حطيتهم في شنطه كده عشان ما يتوهوش مني، عشان كمان لما اعوزهم اطلعهم يبقوا موجودين قدامي على طول، ما اقعدش ادور عليهم. وكده تكون دي كده طبعا لسه هرص هدوم هاجر على الوش. وكده تكون دي كده شنطه ايه، شنطه اللبس اهي جهزت معانا. شنطه الهدوم بتاعتنا جهزت معانا، ولو انها كبيره قوي، بس ان احنا مش راجعين تاني. بس يلا وتعالوا بقى نجهز مع بعضينا الشنطه اللي هناخد فيها الطلبات بتاعتنا. وطبعا عشان هنقعد فتره طويله هناك، فكان لازم ان انا اجيب ايه الحاجات دي. جبت ايه؟ جبت لهم بصوا بقى، لازم تبقي عارفه ان انتي
معاك عيال ما تبصيش لنفسك، معاك عيال يبقى هياكلوا وهيشربوا، ما معكيش عيال خد يا ست اكل خفيف خفيف كده. معاكي فلوس اشتري، معاكي فلوس تقدري تنزلي السوبر ماركت وتجيبي اللي انت عاوزاه. انما لو زي حالاتي كده يعني الظروف حلوه شويه، بناخد معانا ايه بقى؟ بصي، باخد معايا ازازه زيت، ازازه زيت اهي، ماشي، اي زيت موجود عندك خديه، تمام. باخد معايا كمان خدت كمان مع ازازه الزيت، خدت كده دي سمنه، دي علبه كانت فاضيه عندي بتاعه الطحنيه، مليتها سمنه بلدي، هاخدها معايا. ودي كمان فيها، ودي برضو كمان حطيت فيها برضو سمنه، هاخدها معايا. يعني دول كده بصوا، يبقى دول مع ازازه الزيت، هيبقى العلبتين دول مع ازازه الزيت. خدت كمان علشان الفطار، خدت اللانشون ده، وخدت كمان الجبنه، خدت لانشون وخدت جبنه علشان الفطار. واللي هنا هناك حد بيبيع طعميه، هجيب لهم طعميه. يعني لو لقيت حد هناك بيبيع طعميه جنب الجبنه واللانشون هجيب لهم كمان طعميه كده. يبقى ده عشان الفطار. وبصوا بقى، لو هتعملي لحوم او هتعملي اي حاجه بتحتاجي جنبيها مكرونه، لازم 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 ما تنسيش حاجه من المكانات. لازم مكرونه. بصوا دي مكرونه اهي، انا جبت مكرونه وسط كده علشان لو هسلق منها ولا حاجه او هعمل كشري هناك يبقى الحاجه موجوده عندي اهو. خدت كام كيس مكرونه؟ خدت ادي كيس، 2، 3، خدت 3 اكياس مكرونه اهو. الكيس حوالي كيلو الا ربع او نص كيلو زياده شويه. خدت كمان كيس شعريه صغير علشان الرز اهو. خدت كمان رز كتير علشان الرز بصراحه بيصمد مع الاولاد، يعني احسن لك الرز احسن من المكرونه. ادي كمان كيسين، 3، 4 اكياس رز اهو. بصوا 4 اكياس رز. طبعا انا واخده شويه عدس عشان نفسي اعمل هناك كشري، فاخدت معايا شويه عدس كده. خدت كمان مكرونه سباكيتي، خدت مكرونه سباكيتي الاولاد بيحبوها قوي. لو عندك مكرونه سباكيتي خدي مكرونه سباكيتي. خدت كمان ملح لازم ملح. انا هجيب كيس تاني لان الكيس ده صغير، هجيب كيس تاني معاك. خدي معاكي كمان التوابل بتاعتك اللي انت عاوزاها. خدت شطه وخدت توابل مشكله، وخدت كمان مرق الدجاج وورق لورا، حبيتهم كده في كيس صغير عشان ما ياخدوش مساحه. خدت كمان معايا بصل وتوم. بصي يا حبيبه قلبي، ما تجيش على نفسك، المتوفر عندك خدي، ما تاخديش حاجه زياده عن طاقتك، ما تاخديش حاجه انت مش عاوزاها، ما تاخديش حاجه، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها. انا كل ده والله العظيم واخداه من البيت، من خزين البيت، والحاجات اللي انا كنت جايباها ومخزناها في البيت. ما اشتريتش حاجه من بره ابدا ابدا ابدا. وعايزه اقول لك ان اللي اشتريته من بره كان اليوم اللي جوزي بيسيب فيه المصروف كنت مثلا القط كده، اجيب مثلا اللانشون، اجيب الجبنه. جبت كمان علب الجبنه دي. مش عايزه اقول لكم ان هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها من بره. اللي انا اشتريته من بره كان الجبنه وكان اللانشون والحاجات اللي انا هعمل منها ايه، مثلا الحلويات، تمام. هو ده اللي انا اشتريته من بره. اشتريت مثلا للتسالي، اشتريت ترمس اهو. ده ايه، اللهم صل على كامل النور. زي ما قلت لكم كده، خدت للتسليه فشار نبقى نعمله هناك. وخدت كمان لب، خدت كمان كيسين جلاش، ان شاء الله نبقى نعمل واحد حلو ونعمل واحد حادق، يعني نعمل لهم واحد حلو واحد حادق ان شاء الله نعمله باللحمه المفرومه هناك. خدنا كمان كيس جيلي اهو، رحمه قالت هاتي لي كيس جيلي، جبت لها. وجبت كمان اللهم صل على كمان النور كيس بسبوسه. خدت كيس سايب، وخدت كيس من اللي هو المغلف علشان ان شاء الله نبقى نعمله لهم باذن الله. خدت معايا كمان اللهم صل على كامل النور، خدت معايا شاي وسكر، طبعا سكر عشان الحلويات وسكر علشان الشاي.
وخدت معايا كمان جبت قهوة، بس القهوة دي على قدي، على قدي انا بس، رحمكم الله. دي قهوة بن فاتح محوجة. يبقى انا كده واخده معايا الشاي واخده القهوة. اللهم صل على كامل النور. جبت بقى شوية خضار كده بساط اوريهم لكم دلوقتي. خدت معايا كمان، هاخد معايا كمان شوية خضار بساط كده. هاخد خيار، بصوا هاخد معايا خيار زي ما انتم شايفين كده، علشان السلطة عشان السلطة والحاجات يعني اللي هنعملها هنا. خدت كمان خضرة، خدت خضرة هي لسه صابحة وجاية من الغيط، هاخدها معايا. خدت كمان بتنجان اسود جميل اهو صابح، لسه جايباه دلوقتي من الغيط اهو. بصوا فلاحة كانت لسه جايباه. طبعا البتنجان والخضرة والفلفل علشان المحشي الجميل اللي بنعمله ان شاء الله وناخده معانا واحنا طالعين. ادي الفلفل اهو، بصوا يا جماله يا تكاته يا حركات. اخد معايا كمان كوسة للحشو، الكوسة دي للحشو او للطبيخ، للحشو او للطبيخ اهي. بصوا حلوة هي، مش بصوا يعني الست والله قالت هي صبحة، بس تقريبا ان هم عشان كان اخر شوية معاها ف بس حلوة يعني. تمام كده. جبت كمان طماطم، بصوا طماطم حمرا وحلوة اهي، ونقيتها جامدة علشان تقعد معايا. جبت 3 كيلو طماطم هاخدها معايا باذن الله. جبت كمان معايا ليمون، بصوا ولو ان الليمون برضو رفيع بس جبت، اهم حاجة تبقى جايبة الحاجة. بصوا جبت كمان ليمون اخضر اهو. كان نفسي اجيب كمان نعناع بس لقيت النعناع غالي. هاتي بقى الحاجات دي الجايه كده. طبعا هصور معاكم باذن الله دلوقتي اللحوم والحاجات اللي هاخدها معايا. جبت، بصوا قالوا لي الاكياس الحراريه دي بتسوي الاكل اسرع بكتير من بيسوي الاكل. اللحوم مثلا لو معاك لحوم او معاك فراخ هتستوي اسرع في الاكياس الحراريه. فانا جبت كده كيس معايا اخدهم معايا كده. جبت ده فيه 3 ان شاء الله، واحد نعمل فيه اللحمه واحد نعمل فيه الفراخ باذن الله. جبت كمان الكوبايات دي عشان الكوفي، القهوه اهي حلوه بتنفع وخفيفه، احسن من الكوبايات الازاز هتاخديها وهتتكسر معاكي. جبت كمان اطباق فل علشان ما اقعدش بقى كل شويه اوسخ اطباق واغسلها وكده، فقلت ايه اخد معايا الاطباق الفل دي علشان استعملها هناك بدل الاطباق العاديه واقعد كل شويه اغسل واعمل. وبكده تكون دي انا صورت معاكم الحاجات النواشف اللي انا هاخدها. وزي ما قلت لكم ما تحمليش على نفسك، خدي من البيت اللي انت عاوزاه. حاجات بسيطه قوي اللي انا اشتريتها، مش كتير ولا حاجه. الخضار ده هحطه في التلاجة لحد ما اجي ماشيه. اخر حاجه هحطها في الشنطه هي الخضار دي، اخر حاجه خالص خالص هحطها معايا في الشنط هي الخضار دي. وزي ما قلت لكم كل حاجه كانت متوفره عندي في البيت، ما خدتش اي حاجه زياده، ما خدتش اي حاجه مكلفه عليا. هعبي بقى الحاجه دي معاكم في الشنطه، وهرجع بعد كده هصور لكم اللحوم والحاجات اللي هناخدها باذن الله. انا كده دلوقتي لميت بقيت حاجتي، حطيت العيش. انا واخده عيش محمص معايا، واخده عيش طري. خدت كمان بصوا حطيت كمان الجلاش، وحطيت الخضار اللي انا واخداه، وحطيت كمان جبت كمان بيض وحطيته في قلب تبن. دي حيلة قديمة بنستعملها عشان الحاجة توصل معانا سليمة وما تتكسرش. بتحطي التبن في العلبة وتحطي في قلبيه البيض، يوصل معاكي اي مكان من غير ما يتكسر. تمام. دي كده الشنطة اللي فيها الخضار وفيها الحاجة. طبعا حطيت معكم الخضار كله هنا، وحطيت الطماطم في قلب حلة علشان ما تفعص ان شاء الله. اتمنى الحاجات دي توصل سليم. هنا بقى خدت، بصوا خدت حطيت هقول لكم ايه بقى هنا، استنوا ثانيه واحده. هنا كده خدت شويه حاجات بسيطه كده يعني. هو ده ايه مش فاكره والله مش فاكره ده ايه.
امسك كده. ده شامبو وصابون وروث. ده الشامبو. بص انا كنت عايزه افتحها بس. الشنطه دي هحط فيها مج الشاي، وهحط علبه المناديل، مناديل سحب اهي. لازم يكون معايا علبه مناديل، هاخدها معايا في اي مكان. وده كده بصوا، خدت شويه من الشامبو، ما رضيتش اخد ازازه الشامبو كلها. خدت شويه من الشامبو، وخدت صابونه كمان بريحه اهيت، وخدت رابسو معايا علشان الغسيل. وواخده كمان في السوسته الخارجيه دي، واخده الفرشه، وواخده المعجون، وواخده ايه، زيت شعر. طبعا اللي باقي عندي زيت شعر بس كده. واخده معجون اسنان، واخده الميك اب دي مش عارفه ايه برضو، يعني واخده شويه حاجات كده. واخده مراهم علشان الشمس، واقي من الشمس، شويه حاجات كده يعني هنحتاجهم اكيد. واخده معجون اسنان يعني. دي تقريبا ازازه الزيت، قلت اخدها معايا علشان ايه ما تتكبش زي ما انتوا شايفين كده. يعني خدت الحاجات اللي انا هحتاجها. خدت معايا كمان ازازه دواء للسخونه، وخدت دواء كحه. دي الشنطه اللي انا حطيت فيها الهدوم. وبصوا كمان الشنطه دي واخده فيها سلك المواعين، واخده فيها البريل، واخده فيها الجزم بتاعتنا، لا مؤاخذه يعني انا اسفه. واخده فيها كده الكاوتشات بتاعتنا واللي بتاعت البنات. يبقى شوفوا ادي شنطه وادي التانية. ودي شنطه هاخد فيها الموبايلات، وهحط فيها التابلت عشان ان شاء الله اصور لكم من هناك. زي ما قلت لكم انا ما كلفتش نفسي اي حاجه. انا كل اللي انا عملته ان انا خدت حاجاتي من البيت وكنت كل يوم بشتري حاجه، لان انا موضوع ان انا هطلع مع اخويا ديت كان من حوالي 20 يوم. هو قال لي من 20 يوم. خلال ال20 يوم كنت كل يوم بشتري حاجه، فما تكلفش عليا حاجات كتير. ادعوا لنا ان شاء الله نوصل بالسلامه. وزي ما قلت لكم ان شاء الله الكولمان ده، بصوا الكولمان ده فاضي اهو. هحط فيه تلج، وهحط فيه اللحوم بتاعتي. هحط فيه تلج، هكسر في قلبيه تلج، وهحط فيه اللحوم بتاعتي. لازم هاخد معايا كولمان، لان بيقولوا هناك مفيش ميه حلوه. هناك مفيش ميه حلوه، لازم لابد ان انا هشتري ميه. يبقوا البنات يغسلوه وينزلوا يشتروا لنا الميه، ونجيب كمان ربع لوح تلج، والدنيا تبقى جميله باذن الله. والايام تعدي حلوه باذن الله. باذن الله كده يكون فيديو شنط السفر كده معاكم، صورته اهو. اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. وادعوا لنا ان احنا نوصل بالف سلامه. اللي يشوف الفيديو طبعا بعد ما بعد ما يندمج هنكون رحنا ان شاء الله لرب العالمين ان اراد ربنا، ورجعنا باذن الله. تمام. يلا اقول لكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.